كلنا عارفين حرب أكتوبر سنة 73، وكلنا عارفين اليوم كان يوم 6 أكتوبر. بس إحنا مش هنتكلم عن حرب أكتوبر. طيب هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن يوم الحرب نفسه. هتقولي إزاي؟ أقولك. يوم 6 أكتوبر كان بيوافق عند اليهود عيد اسمه يوم كيبور، يعني يوم الكفارة. والكفارة معناها الستر والتغطية، وبتيجي بمعنى ستر الخطايا والذنوب. أهلا بيكم في نقنقة روحية. العيد ده كان بيجي في يوم 10 من شهر تشري، يعني بعد عيد الأبواق ب10 أيام، وكان مدة العيد يوم واحد، وكان بيتذبح فيه ذبايح للتكفير عن الخطية وفدية بديل عن عقوبة الموت. وده اللي اتكلم عنه الكتاب في سفر اللاويين إصحاح 16. وكان بيحصل فيه أحداث كتير، لكن أهم حدث فيهم هو دخول رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس ليتقابل مع الله. فتعالوا بقى أقول لكم إيه اللي كان بيحصل في اليوم ده أيام السيد المسيح. تجهيزات يوم الكفارة. بيبدأ التجهيز ليوم الكفارة من أسبوع. يبدأ رئيس الكهنة يمارس الطقوس ككاهن عادي، ويقوم بكل الخدمات اليومية في الهيكل من طقوس وتقديم ذبايح، عشان يكون مؤهل للخدمة في يوم الكفارة. في الأسبوع ده بيفضل رئيس الكهنة مقيم في حجرة جنب الهيكل، وخلال الأسبوع بيقرأ أمام مجمع السنهدريم الإصحاح 16 من سفر اللاويين، والإصحاح 29 من سفر العدد، من الآية 7 للآية 11، عشان فيهم الطقوس الخاصة بيوم الكفارة، وعشان يتأكد المجمع إن رئيس الكهنة عارف الطقوس كويس. في اليوم اللي قبل يوم الكفارة بيفضل رئيس الكهنة صاحي وما ينامش، وبيقرأ الأسفار المقدسة. بعد كده بيؤدي قسم إنه مش هيغير أي شيء من الطقس مطلقاً. خدمة يوم الكفارة. بيبدأ الاستعداد من الفجر. بيقوم رئيس الكهنة بالتطهير، بيستحمى 5 مرات ويغسل إيديه ورجليه 10 مرات، لأنه هيقف قدام الله. ويبدأ في تقديم الذبايح الصباحية المعتادة اللي ممكن توصل ل15 ذبيحة. بيخلع ملابس الكهنوت الفخمة ويلبس قميص من الكتان الأبيض، دليل على الطهارة. ويبدأ رئيس الكهنة بتقديم الذبايح الخاصة بيوم الكفارة. أول حاجة بيحمل رئيس الكهنة المجمرة الذهبية من الذهب الخالص، ويرفع بخور في قدس الأقداس. تاني حاجة ذبيحة الطور، ودي تكفير عن خطايا رئيس الكهنة وبيته. بيحط رئيس الكهنة إيده على الطور ويقول الاعتراف، وبعد الاعتراف يقول اسم الرب يهوه 3 مرات، ويشيل إناء فيه دم الطور ويدخل بيه القدس الأقداس، ويرش مرة الأعلى و7 مرات لأسفل على تابوت العهد. لكن في عهد السيد المسيح ما كانش التابوت موجود، لكن كان فيه حجر من بقايا الهيكل القديم. ثالث حاجة بقى ذبيحة التيسان، وبتسمى عزازيل. بنجيب تيسين أمام رئيس الكهنة متشابهين تماما من جهة الشكل والحجم، وبيلقي رئيس الكهنة قرعة على التيسين، بيخلي واحد ليهوه والتاني العزازيل. بعد القرعة بيربط رئيس الكهنة قطعة قماش قرمزي على قرن تيس عزازيل، ويربط قطعة تانية على رقبة تيس يهوه. بعدين بيذبح تيس يهوه، وبيشيل دمه في إناء ويدخل بيه للمرة الثالثة لقدس الأقداس، ويعمل زي ما عمل المرة اللي فاتت، يرش الدم على الغطاء والتابوت مرة الأعلى و7 مرات لأسفل. وبكده يكون رئيس الكهنة دخل لقدس الأقداس 3 مرات. المرة الأولى للبخور، المرة التانية ذبيحة طور الخطية، والمرة التالتة بدم تيس الرب. طيب إحنا ليه بنتكلم عن عيد الكفارة؟ لأن ببساطة عيد الكفارة كان بيرمز للسيد المسيح، ولأن يوم الكفارة هو اليوم الوحيد في السنة اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة لقدس الأقداس للتكفير عن خطاياه وعن خطايا الشعب. ولأن السيد المسيح بالصليب صار الكاهن والذبيحة في نفس الوقت، فالسيد المسيح كان رافع إيده على الصليب زي رئيس الكهنة اللي بيقدم الذبيحة، وفي نفس الوقت كان هو الذبيحة نفسها، وسفك دمه على الصليب تكفير عن ذنوبنا وفداء عن خطايانا.
وعشان كده يقول القديس بولس الرسول: لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. وعشان كده برضو يقول: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. فيوم الكفارة عبارة عن يوم بيمتزج فيه الحزن والفرح. الشعب بيحزن على خطاياه وبيفرح لحصوله على الغفران. سلامات.